السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ اللهم صل على سيدنا محمد عليه السلام. طلعنا بقى الفطير اللي انا قلت لكم عليها اهو. بصوا دي اللي احنا حاشينها بالسجق اهي، ودي اللي بالفراخ اهي. ما عندكش سجق ما عندكش فراخ. بصوا دي كانت باللانشون اهي، وبصوا في بالجبنه اهي، دي بالجبنه ودي اهي فراخ اهو. شفت الفراخ عامله ازاي فيها، ودي السجق اهي. الحشوه اللي عندك اعمليها، دي كانت طالعه قبلها يعني كميه الصاج اللي قبله وبرد، فانا قطعتها كده اهي. بصوا اهي، اقطع لكم واحده كمان. دي اللي بالفراخ اهي. سخنه يعني بقى. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي معانا وتعملي قلب او شير. ويلا بينا بقى نشوف الطريقه عملناها مع بعض ازاي. جاهزه بقى طاسه اهي، فيها معلقتين من السمنه ومقطعين بصلايه وفلفل. هنعمل فطيرتين كده، اللي هو الفطير الشرقي ده. وده صدر فرخه كده مقطعاه، غسلته بالليمون والدقيق والملح. هعمله بقى رخر، اشوح دول وانزل بيه. عايزه تعمليها بالسجق اعمليها، عايزه تعمليها باللحمه المفرومه اعمليها. انا عندي في اللي بيحبها بالسجق وفي اللي بيحبها بالفراخ. هعمل حبه بالسجق وحبه بالفراخ. انا مش عايزاها ايه تستوي معايا قوي. انزل بقى بالفراخ اهو. والعجينه عجنتي طبعا الفطير، كلنا عارفين الفطير دقيق ومعلقه من الملح، رشه من الملح ومعلقه من السكر وميه دافيه للعجينه عشان الجو ساقع. هروح افرد بقى العجينه وارجع لكم تاني على ما تستوي، وابهرها بقى ملح وفلفل وسبع بهارات. والتوابل بقى اللي انت حباها حطيها. عايزه اقول لك كده، انا خلصت الفراخ اهي بعد ما عصقتها بالبصل والفلفل، خلاص كده خلصت معايا. هنا بقى قطع كام واحده من السجق كده كان عندي، هنزلهم هنا بقى في نفس الطاسه اهي. يتشوحوا كده بالبصل والفلفل. يبقى دي الحشوات اللي عندي، الحشوه اللي عندك والموجود عندك اعمليها كده. بقى السجق اهو رفع كده، خلصت اهو. هدفع عليه بقى يا دوبك، نزلته اتشوح مع بصل وفلفل وما بهرتوش عشان هو كده كده مبهر، فما بهرتوش. بصوا، ما احنا عملنا كده الفراخ اهيت، عملناها عصرناها. ودي السجق اي حشوه عندك، ممكن جبن وشويه لانشون، برضو كنت عاملاها مره قبل كده بالجبن واللانشون كانت جميله. فراخ، سجق، لحمه مفرومه، الموجود عندك انت بقى. انا بصوا قطعت الفطير، انت بتعجنيه. دي بقى عايزه حسب ما انت عايزه، نص كيلو، كيلو ربع، ده حوالي كيلو ربع من الدقيق. حطيت عليه رشه ملح ومعلقه من السكر وميه دافيه وعجنته. لمرت العجينه كويس، وبعدين مسكتها وكورتها زي ما انت شايفه كده على قد كل كره. هتتفرد فطيره. همسكه بقى كده زي ما انت شفتي كده، هفرده. المفروض ان انت تفرديه بترققيه عشان يبقى مورق معاكي. اهم حاجه بس الحروف بتاعته زي ما انت شفتي كده. تحطي بقى عليه رشه كده من السمنه، سمنه وزيت، سمنه وزيت، ده اللي يريحك. هتعملي بقى الحشوه بقى اهي اهي. هقوم جايبه بقى ايه الطرف ده كده والطرف ده كده. انا هسهل على نفسي بقى، مش هقعد اعملها. اقفلها 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 اهي، واحطها في الصاج وادخلها الفرن. من تحت تستوي ومن فوق تاخد لون، وهوريها لك اما تخرج. اعمل واحده كمان واوريها لك برضه. كده بتفرديها وتحطي عليها رشه من السمنه. تبقى الحشوه اللي تريحك تقفليها كده كده
كمل بقى الكمية وارجع لك تاني. انا خلصت الكمية اهوت وهدخلها بقى الفرن تستوي وما تخرج اوريها لك.